جماعة أنا لقيت فيلم إيطالي ومليان ستات حيزبونات، فقلت أما ألخصه، فيلا بينا نشوف الفيلم ده بيقول إيه. بيبدأ الفيلم بسوزانا اللي بالطاقة مليانة إنها تروح تحضر الكريسماس مع عائلتها، ولما بتوصل وبتخبط الباب بتفتح لها ماريا المنشية وبتقول لها أنتي سوزانا؟ فقالت لها أي فاندم، مين حضرتك؟ فقالت لها ده أنا ماريا الشغالة، بس مش هو أنتي المفروض كنت تيجي على الغدا؟ فقالت لها وانتي مالك؟ اوعي كده، وخد يا بنت الشنطة دي ودخليها جوه. بعدها بتدخل سوزانا وبتتسحب وبتخض جدتها راكل اللي بتبقى قاعدة على الكرسي المتحرك لأنها قاعدة، والراكل بتقول لها بتستغلي إني تعبانة، طب بكرة أشوفك في نفس سني وتقعدي نفس قعدتي، قولي يا رب. لا دي مش ست سوزانا، دي ست أنا. المهم بعد شوية بتوصل مارجريتا ودي تبقى مامة سوزانا اللي بتقول لها إيه اللي جابك بدري؟ فقالت لها سوزانا هو في إيه يا جماعة؟ إيه اللي البيت اللي محدش مرحب بيا فيه ده؟ القطر جه بدري، في إيه مالكو؟ ولما بتسأل سوزانا على باباها بتقول لها مامتها يا أختي أنا خليته ينقل أوضة المسافرين، صوت شخير وبعيد عنك ما أقولكيش. بعدها بتسألها أمال فين أدل؟ وليه مشيتوها وجبتوا ماريا؟ فقالت لها أدل زهقتنا من كتر ما بتغسل الشبابيك. فقالت لها وماله يا ماما دي نظافة يعني؟ فقالت لها تلاهي ما من كتر ما بتنظفهم وقعت من واحد منهم وماتت فجبنا ماريا. فقالت لها بس دي منشية. فردت جدتها يا بنتي لا وعليها شوية أكل مليان توم وزيت وحاجة كده توجع القولون. فقالت سوزان لمامتها وانتي موافقة على كده؟ فقالت لها ايه على وجع القولون؟ فقالت لها لا أقصد يعني إنها حلوة وصغيرة، ده مش محسسك بالخطر سيكا وخصوصا بالراجل اللي انتي نيمتيه في أوضة المسافرين ده؟ فقالت لها الشباب يا حبيبتي شباب القلب مالك في ايه يا بت؟ وبيتجمعوا على الفطار وبتيجي خالتها أوجستينا بتسريحة الشعر اللي من العصر الحيزبوني دي وبتقول لهم انا معرفتش انام امبارح من كاترينا اللي تشك في قلبها اللي مولعه النور طول الليل. وبعد شويه بتدخل كاترينا اللي تشك في قلبها وبتسلم على سوزانا، وكاترينا المنعكشه دي تبقى اخت سوزانا، والحمد لله بيصحوا منعكشين زينا يا بنات. المهم بعد كده مارجريتا بتقول لماريا المنشية خدي الفطار بتاع سيدك مارتشيلو وطلعيه لأوضته، وماريا بتاخد الصينية وبتروح تخبط على الباب بحنية لكنه ما بيردش. فبتقول لها مارجريتا ما تفتحي الباب يا حبيبتي وادخلي، هو انت غريبة يا ماريا؟ ولما بتفتح الباب بتفضل تصرخ وكل البيت بيتلم عليها، وساعتها بيعرفوا ان السيد مارتشيلو مقتول وواخد سكينة في ظهره، وطبعا كلهم بيفضلوا يصوتوا. فبتطلع كاترينا وبتقفل باب الأوضة وبتاخد المفتاح وبتقول محدش هيدخل الأوضة دي إلا لما البوليس يجي. بعدها كلهم بيكونوا خايفين وبيقولوا لبعض إن ممكن القاتل يكون لسه في البيت وما خرجش، علشان كده بيتفقوا يتجمعوا كلهم في مكان واحد. لكن أوجستينا بيغمى عليها وبيحاولوا يشمموها بصل ولا نشادر لكنها ما بتفوقش، لحد ما بتروح مارجريتا تضربها بالقلم وبتقول أختي أختي وأنا عارفاها، أو فعلا بتفوق. وبتقعد راكل تشرب شويبس اناناس ومارجريتا بتقول لها لا مامي ما ينفعش كفايه كده بقى شرب. فقالت لها زعلانه يا بنتي على جوزك وبشرب عشان انسى اعمل ايه يعني. بعدها بتقول مارجريت انها تتصل بالبوليس، بس لما بتروح ناحيه التليفون بتلاقي حد قطع السلك ومحدش يسالني الموبايلات فين عشان هم ما فكروش في الموضوع ده اصلا. المهم بعد كده بيسمعوا صوت الشبابيك بتتفتح وبتتقفل من الهوا وبيقولوا ان لازم حد يطلع يقفلها، ما هو ما يبقاش جثه والشبابيك بتخبط، ايه يا جماعه جو الرعب المصري ده مش معقول. وطبعا كلهم جبانات ومحدش فيهم بيرضى يطلع، وبيبصوا لماريا فبتقول لهم انا عارفه اني اخرتها اني هقوم انا، وبتاخد معاها تمثال علشان لو قابلت القاتل فوق ولا حاجه. لكن مارجريتا اللي بالنسبه لها جوزها دم لوليتا بتقول لها حسك عينك تكسري التمثال ده، انت عارفه التمثال ده بكام؟ هو هيبقى موت وخراب تماثيل يعني. بعد ما ماريا بتنزل وبتتاكد ان مفيش خطر والشبابيك مقفوله بيبداوا كلهم يسالوا بعض عن اخر يوم مارتشيلو كانت عامله ازاي. فبتقول راكل الجده انها كانت ايام منيله وكان مديون وعليه فلوس ومش لاقي ياكل، لدرجه انه طلب السندات الماليه بتاعتها، وخصوصا من بعد ما دخل شريك مع السيد جيانوتوري. فبتسال سوزانا هو من مصلحه السيد جيانوتوري ان بابا يموت فياخد فلوسه؟ فبيقولوا لها لا طبعا. فبتقول يبقى اكيد اللي قتله ده كان عايز ياخد فلوس من الورث. ولما بيفكروا كلهم بيفتكروا فرونيكا حبيبه باباهم الاولى واللي كانوا لسه على علاقه ببعض لحد فتره قريبه. بعدها بيسالوا مامتهم طب بابا نام امبارح الساعه كام؟ فبتقول لهم مش عارفه والله، هو كان نايم في اوضته. وساعتها اوجستينا بتتعصب وبتقول لها ما انت لو زوجه عدله ومتابعه ياسمين عز وبتنامي في اوضه واحده مع جوزك وبترمي التليفون اول ما بيدخل الشقه كان زمانك عرفتي. فبتقوم مارجريتا تردح لها وبتقول لها وانت بقى اللي كان نفسك تبقي زوجه عدله ليه صح؟ انا عارفه كل اللي جواكي وان كان نفسك مارتشيلو يحبك ويبصلك لكنه اختارنا انا يا صفرة يلي شغله بالك بيا. وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بيقرروا ان هما يدوسوا ستوب بتاعه الخناقه ويقعدوا في المطبخ يشربوا حاجه عادي جدا. وبعد شويه بيعرفوا ان الاوراق اللي فيها الفلوس بتاعه مامتهم اتسرقت
اتسرقت من تحت سريرها. وساعتها اوجستينا بتفضل تتهم مارجريتا ان هي اللي سرقتهم علشان تاخد الورث كله لنفسها، وامهم بتقول لهم ورثي ايه يا موكوسه انت وهي، انا لسه عايشه اصلا، ربنا يديلي طول العمر والصحه. المهم مارجريتا بتتضايق وبتقول لهم انها راح تبلغ الشرطه علشان تحط حد لكل اللي بيحصل ده، وفعلا بتخرج. وبعد شويه بترجع لهم وبتقول لهم ان في حد قطع الاسلاك بتاعه الموتور والعربيه مش هتتحرك من مكانها. وفجاه وهم بيتكلموا بيشوفوا خيال حد بيقرب من الباب، وبيتخضوا كلهم لانهم بيكونوا فاكرين ان ده القاتل، لكنهم بيتفاجئوا ان الباب بيتفتح وبتدخل عليهم واحده باتيتيود الفنانه شيرين رضا بس بالذكاء الاصطناعي الايطالي، واللي هي فرونيكا حبيبه مارتشيلو. وبتقول لهم ان جالها مكالمه عرفت فيها ان مارتشيلو مات، بس هي مش مصدقه وعايزه تعرف الخبر ده حقيقي ولا لا، علشان كده بتقول لهم انا هبص عليه في اوضته. وبتطلع عند الاوضه وبتلاقي الباب مقفول، ولما بتقول لهم ان الباب مقفول بتديها كاترينا المفتاح، لكنها برضو بتلاقيه مش شغال. وهنا مارجريتا بتسالها سؤال مهم جدا وبتقول لها هو انت ازاي عرفتي اوضه جوزي ها؟ فبترد عليها بايه؟ قال ان البيت ده كان بتاع جدتها زمان لما جوزها قرر يشتريه، وهي كانت بتحبه وبتيجي تلعب معاه كوتشينه في الاوضه دي. وبتقول لهم هو انا اصلا بضيع وقتي ليه مع ناس بائسه زيكم، انا همشي. ولما بتفتح الباب بتقول لهم ايه ده في عاصفه بره، انا مضطره ان انا اقعد معاكم. المهم بيقعدوا كلهم على ترابيزه الحقيقه اللي هي ترابيزه السفره عادي يعني. وسوزانا بتقول لفرونيكا انت اكتر واحده مشكوك فيها، لانك اكيد كنت عايزه بابا يحطك في الوصيه بتاعه الميراث بتاعته، ولما رفض قررتي تتخلصي منه. فبتقول لها فرونيكا خيالك واسع قوي والله، يا اسمك ايه، هعمل كل ده ازاي يعني وانا لسه داخله قدامكم؟ فبتقول لها سوزانا يمكن رجعتي علشان تضللينا. وهنا كاترينا الصفراوينه بترد على اختها وبتقول لها ايوه رجعت علشان تضللنا زي ما انت عملتي كده. وهنا كلهم بيتصدموا. فبتقول كاترينا ان سوزانا كانت هنا امبارح بالليل عند باباها وخلصت كلام معاه ومشيت، ورجعت تاني يوم الصبح علشان تبين قدامنا كلنا انها لسه جايه وكده، واخترعت موضوع انها جت في قطر بدري والكلام الفارغ ده. وساعتها بتعترف سوزانا انها فعلا جت امبارح بالليل لباباها وكانت عايزه تتكلم معاه في موضوع شخصي ومش عايزه حد تاني يعرفه، خصوصا ان البيت هنا ما عندوش بربع جنيه خصوصيه اصلا. المهم ان في وسط الحزن ده كله والغموض اللي هم فيه بتقول لهم ماريا المنشيه الغدا جاهز، انزله دلوقتي ولا مش هتاكلوا؟ عشان يعني المفروض ان انتوا زعلانين وكده. بس منتهى الاريحيه وموت الضمير الجده راكل بتقول لها الحزن يختي في القلب، ايه علاقته بالمعده؟ مش فاهمه. وبيقعدوا يتغدوا عادي جدا وبيقلبوها برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وبيسالوا ماريا عامله الحلويات ازاي وبتحطوا بيض على البشاميل ولا كريمه. المهم بعد ما بيخلصوا اكل بتقول لهم ماريا كلت واطمنت عليكم خلاص، انا بقى البيت ده ما بقاش فيه سبب واحد اقعد عشانه بعد وفاه مارتشيلو حبيبي اللي كنت بطلع له علشان نلعب كوتشينه، او دلوقتي ما فيش فوره العبها فمضطر امشي. كل الستات دي شقتهم يا مارتشيلو. الحقيقه الواحد كان متشوق يشوف الراجل اللي كل ستات الفيلم بيحبوه مقطعه نفسهم عليه ده، بس للاسف ما ظهرش. المهم اوجستينا لما بتسمع كده بيغمى عليها تاني لانها بتتلكك، وبيجروا كلهم علشان يفوقوها، وبيجي لها الازمه بتاعتها وبيفضلوا يدوروا على العلاج بتاعها في كل مكان لحد ما بتلاقيه سوزانا عند سرير مامتها، وبيتهموا مارجريتا انها كانت مخبيه الدواء علشان تنتقم من اوجستينا لانها كانت بتحب جوزها. وبعد ما بتفوق اوجستينا بتقول مارجريتا انها ما خبتش الدواء بتاعها ولا حاجه، وان كده في حد عايز يلفق ليها الادله، واكيد الحد ده يبقى فرونيكا. فبتقول فرونيكا وانا هعمل كده امتى يعني؟ فبتقول لها سوزانا انا سمعتك امبارح في الاوضه عند بابا، او واضح كده يا جماعه ان الراجل ده كان فاتح اوضته على الشارع علشان كده اي حد كان بيدخلها عادي ومحدش بيشوفه هو دخل ازاي اصلا. لا بس مش ده الابهار، ابسولوتلي الابهار الحقيقي ان الجده راكل بتقول لسوزانا ما تظلميش الناس يا بنتي، مش لما يبقى الراجل ده ابوكي الاول يبقى اتكلمي. وساعتها بتضربها مارجريتا على دماغها فبيغمى عليها، وبتقول لها بس بقى يا ماما، وبتقول لهم خدوا ستكم في اوضه تانية علشان تعبانه شويه. وبعدها بتروح تتكلم مع سوزانا وبتقول لها بصي يا بنتي الحقيقه اللي انا كنت مخبيها عليكي السنين دي كلها ان مارتشيلو مش ابوكي فعلا، وانا لما عرفته كنت حامل في الشهر الثالث وابوكي الحقيقي كان مات، وساعتها مارتشيلو قرر يربيكي ويكتبك باسمه ويعاملك زي كاترينا بالظبط. فبتقول لها سوزانا ياه يا أنكل مارتشيلو قد ايه الراجل ده كان شهم كده. فبتقول لها مارجريتا
اتنيلي، هو عمل كده علشان جدك كان عنده فلوس كتير وهو عرض عليا يربيكي مقابل انه ياخد فلوس علشان يشتري بيت ويفتح مشروع. فبتقول لها سوزانا ياه يا أنكل مارتشيلو قد ايه الراجل ده كان واطي جدا. بعدها بنشوف ماريا وهي رايحة الأوضة عند أوجستينا بتكون زعلانة وبتقول لها انها حبت كتير في حياتها وكان نفسها حد يحبها، حتى الراجل اللي حبته كان جوز أختها، علشان كده بتقول لها انا عارفة اني هفضل عانس العمر كله ومحدش هيعبرني. فبتقول لها ماريا عشان انتي مش مهتمة بنفسك ومش بتلبسي وتشخلعي الشخاليع كده، وبتبدأ تختار معاها لبس وتغير لها تسريحة شعر العصر الحيزبوني اللي هو ده وقته بذمتك يا أوجستينا، تحسي بأنوثتك المتينة. المهم لما بتنزل أوجستينا كلهم بينبهروا من التغيير اللي بلا هدف ده لأن كلهم محبوسين في البيت يعني. بعدها بيكونوا كلهم متجمعين تحت وبيلاحظوا ان فيرونيكا سايبة الشنطة بتاعتها، ولما بيفتشوها بيكتشفوا ان الشنطة فيها مسدس، وهنا بيقولوا لها اكيد انت اللي قتلتيه، ولو ما كانش مات بالسكينة كنت قتلتيه بالمسدس. وفجأة النور بيقطع وهما بيتكلموا وكلهم بيقولوا انهم مش هيفضلوا في البيت هنا علشان لو في قاتل هيبقى سهل يصطادهم لوحدهم. فبيقرروا ان هم هيخرجوا بره وينطوا من على الباب الحديد لانه مقفول، ومارجريتا بتقول لهم انها هتستنى هنا ولو وصلوا لحاجه يبقوا يعرفوها. بعدها بتقف فيرونيكا ومارجريتا يتكلموا، وفيرونيكا بتقول لها انا ما كنتش بحب جوزك على فكره، انا كنت بحب راجل تاني وجوزك بالنسبه لي كان مصلحه بس لانه كان بيحبني موت وعايز يضمني للوصيه بتاعته للميراث. ومارجريتا بتعلي عليها وبتقول لها طب على فكره بقى انا كمان كنت زهقت من مارتشيلو ده يا اختي وكنت عايزه اسيب البيت وامشي، بس قلت استنى لما اعياد الميلاد تخلص وانا عرفته ان ماشيه اصلا وفي راجل تاني بحبه وهنسافر ونتجوز. فبتقول لها فيرونيكا اسمه ايه بقى الراجل التاني ده؟ فبتقول لها مارجريتا لا يا حلوه قولي انت الاول. فبيقولوا لبعض هنعد ل3 ونقول زي عبد الحليم حافظ ولمنى عبد العزيز كده في الوساده الخاليه. وبعد ما بيعدوا هما الاثنين بيقولوا في صوت واحد السيد جيانو تيري جماعة دي ستات قادرة صايعة ملناش دعوة بيهم. وساعتها الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض، ومارجريتا بتقول لفيرونيكا هو انا كل ما اعرف راجل هتخطفيه مني خطفت الرجاله انتي؟ وبيفضلوا كده لحد ما بترجع ماريا وسوزانا وكاترينا بسبب ان هما ما عرفوش ينطوا من على الباب الحديد. بعدها بيقعدوا كلهم وكاترينا بتقرر انها تعترف لهم بكل حاجة وبتقول لهم انا امبارح كنت مستخبية في الأوضة اللي جنب بابا وسمعت كل حاجة، وشافت أوجستينا اللي راحت له وقالت له انها بتحبه بس هو طردها بره، وكمان فيرونيكا اللي جت وطلبت منه فلوس علشان تسافر باريس، ومامتها اللي طلبت انها تتطلق وتسيب البيت وتمشي بس مستنيه عيد الميلاد يخلص. وبسبب كل القذورات والناس الواطيه اللي حواليه دول الراجل قرر ان هو يطلب من بنته انهم يمثلوا انه مات علشان يسمع حقيقه العيله. ولما فيرونيكا وصلت وطلبت المفتاح علشان تفتح الباب كانت كاترينا مغيره المفتاح الاصلي علشان تسيب الباب مقفول على باباها وما يفضلش بقى عامل ميت على طول كده ويقدر يتحرك براحته الراجل ويدخل الحمام وكده. والحقيقه انه كان رايح بكره يكتب الوصيه بتاعته وعايز يعرف مين يستحق يكون موجود ومين ما يستاهلش يكون موجود فيها. وبتقول لهم انها واثقه ان بعد اللي حصل ده كله وبعد ما سمع حقيقه كل واحده فيهم فباباها مش هيحط حد في الوصيه اصلا. وساعتها كلهم بيتضايقوا من كل اللي حصل ده وبيقولوا انهم هيطلعوا له الاوضه علشان يتخانقوا معاه، وبياخدوا المفتاح من كاترينا وبيطلعوا الاوضه وبيفتحوها لكنهم بيلاقوه مش موجود على السرير بس بيلاقوا البلكونه مفتوحه، ولما بيبصوا منها بيعرفوا انه رمى نفسه من البلكونه وانتحر، اللي هو انا عملت فيها ميت علشان اعرف حقيقتكم بس انتوا طلعتوا واطشين، طب اهو بقى والله لغيظكم واموت بجد. وساعتها بيتصلوا بالبوليس المره دي وبيجي ياخد الجثه وبيتاكدوا ان هو خلاص مات. ومارجريتا بتقول لكاترينا انها متعاقبه بسبب اللي عملته ده وهتقعدها في النوتي كورنر. واجاستا بتتعرف على المحقق وبتقول له انا عندي اخبار وحاجات مهمه ممكن تنفعك في القضيه، تسمح لي اخد رقمك ونتكلم بالليل على الواتساب علشان بس الماسنجر بيعلق انت عارف، او تم الشقط بنجاح. واهم حاجه ان لحد دلوقتي محدش نزل دمعه واحده توحد ربنا على الراجل اللي مات ده. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت اعملي نفسك مقتولة قدام جوزك لان دي الحاجة الوحيدة اللي هيتصرف فيها براحته، ولو كان راجل محبوب وبيعرف واحدة عليكي هي هتكون اول واحدة يتصل بيها ويقول لها مقوق ماتت. اما لو كلم ابو حسين الحانوتي فخلاص كده يبقى بريء، وقومي وعرفيه ان انت كنتي بتهزري فهيقتلك بجد هو. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك.